السلام عليكم ورحمة الله. خبر عاجل: كشفت السلطات الإسبانية عن حجز 322 كيلوغراما من الكوكايين بإحدى موانئها الجنوبية كانت في طريقها نحو الجزائر. وتجنبت الجزائر كارثة حقيقية بعد اعتراض حاوية معبأة بأكثر من 3 قناطير من الكوكايين كانت متوجهة إلى ميناء وهران غربي البلاد، في تكرار لسيناريو 2018 حيث تم اكتشاف شحنة من 7 قناطير من الكوكايين، والتي تسببت حينها في ضجة كبرى أدت إلى إقالة مسؤولين كبار في نظام الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. وفي تفاصيل العملية، ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن دائرة مراقبة الجمارك بالتنسيق مع الشرطة الإسبانية على مستوى ميناء مدينة الجيراس بمقاطعة قادش الجنوبية التابعة لإقليم الأندلس عثرت على الكوكايين في حوالي 16 كيسا داخل حاوية تنقل بذور الذرة قادمة من البرازيل باتجاه ميناء وهران في الجزائر. ونجحت التحريات وفق المصادر الإسبانية في تحديد رقم الحاوية المشبوهة فور وصول الباخرة من البرازيل، لتقوم مصالح الجمارك بإخضاعها للتفتيش الدقيق، الذي أفضى إلى العثور على 16 كيسا بداخلها تحتوي على مادة بيضاء ثبت من خلال إخضاعها للتحليل المخبري أنها كوكايين. وفي مايو 2018 سمح التنسيق بين السلطات الجزائرية والإسبانية في منع دخول أكبر شحنة كوكايين حوالي 700 كيلوغرام من الكوكايين تم ضبطها في ميناء وهران داخل حاوية لحوم. صاحبها هو رجل الأعمال كمال الشيخي المدعو البوشي الجزار، والذي يوجد في السجن حاليا وهو مدان في عدة قضايا تتعلق باستغلال النفوذ في انتظار برمجة قضية الكوكايين الأخطر في ملفه. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.